السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو. فضلا منكم وليس امرا، يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبالله عليكي تشجعيني كده باللايك. النهاردة عمر فراخنا اليوم السادس زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. والنهاردة اخر يوم في التحصين الفراخ، تمام؟ فزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الفرخة؟ شايفين ما شاء الله. فزي ما قلت لكم اهم حاجه فتره التحضير، واللي هي فتره التحصين اللي هو اول اسبوع. اول اسبوع الدوره نجحت معاكي، اعرفي ان ما شاء الله هتنجح معاكي طول الدوره وتبقى ماشيه الفراخ معاكي زي الفل. المناعه اهم حاجه تكون عاليه، تمام؟ لان ده تاسيس الفرخ. اول اسبوع ده تاسيس الفرخ، اسستي الفرخ كويس بيطلع معاكي مناعته عاليه وبيبقى ما شاء الله يومه بيومين. انا لسه بصوا اللمبات ما رفعتهاش ولا اي حاجه، بس بيقولوا ان يوم الخميس ممكن يكون الجو حر، فلو يوم الخميس الجو حر هرفع بس اللمبتين مش اكتر من كده. انا النهارده اللي عملته وسعت المكان شويه زي ما انتوا شايفين اهوت. انا موسعه من هنا، تمام؟ وسعت المكان شويه. ما توسعيش المكان مره واحده عشان الفراخ ما تبردش منك، وسعي المكان واحده واحده. فزي ما احنا متعودين مع بعض، التحصينة انا بحطها لهم الساعة 12 بالليل والساعة 12 الظهر. احنا دلوقتي كمان يعني لو سامعين الاذان بيأذن، تمام؟ فمعوداهم طالما يعني حطيتي تحصين الساعة 10 11 9 يبقى امشي على كده في نفس الميعاد تحط. والنهارده اخر يوم في التحصينة بتاعتنا، بنحصن من عمر يوم لحد اليوم السادس، تمام؟ من اول 4 ساعات زي ما قلت لكم في اليوم الاول بتاع الفراخ. اول الفراخ ما جت استقبلتها على كيس معالج الجفاف، تمام؟ استقبلناهم 4 ساعات، من 4 ل5 ساعات كيس معالج الجفاف. بعد كده بدأت ان انا الساعة 12 بالليل انزل لهم مضاد حيوي 12 ساعة وفيتامينات 12 ساعة، تمام؟ بعد كده نزلت اليوم الرابع 12 ساعة أملاح معدنية و12 ساعة أحماض أمينية، ووريتكم الكيسين اللي أنا بستخدمهم. طيب الأملاح قد إيه الكيس؟ البنش وكومت من كل واحد نص معلقة. ده 12 ساعة لوحده وده 12 ساعة، ما يتحطوش الاتنين على بعض. ده 12 ساعة وده 12 ساعة. واوعي تجوعي او تعطشي الفراخ في فترة التحصين، تمام؟ او لمدة 10 ايام. بعد ال10 ايام بنبدأ نعمل فترة التجويع، تمام؟ هقول لكم يعني هنجوع امتى، هقول لكم، بس لحد 10 ايام اوعي الفراخ تجوع او تعطشي الفراخ او تعطشيها تماما. يعني بلاش تعطشي الفراخ خالص، تمام؟ من عمر اليوم لحد ال10 ايام. فانا هنا السقايه انا غسلتها، اهم حاجه كل يوم اغسلي السقايه وطهريها بالكلور كويس جدا، تمام؟ غسله السقايه ومطهراها هو زي ما انتوا شايفين اهوت، تمام؟ فاهم حاجه يعني السقايه والعلف نضيف، اعرفي ان ما شاء الله. بصوا انا هنا اهوت حاطه، شايفين العلافه حطاها على الطبق عشان خلاص الفراخ بدأت ان هي تكبر. كل ما تكبر معاكي عللها الاكل وعلق الميه. والفرشه انا بعمل هنا ايه؟ بصوا كل يوم كل ما بطلع بايدي المكنسه كده وبقلب الفرشه كده. فراخنا ما شاء الله كويسه ما فيهاش اي حاجه، والاسهال وقف. اعرفي الفرشه كده ناشفه، اعرفي ان الفراخ ما فيش اي اسهال. لكن لقيتي الفرشه مبلوله ميه منك، اعرفي ان فراخك عندها اسهال. فلازم توقفي الاسهال اول حاجه عشان خاطر الفراخ تكبر معاك. الناس اللي متابعه معانا من اول يوم اهم حاجه الاسهال يقف، عشان بعد كده مثلا لا قدر الله ما تلاقوش الوزن يبقى قليل معاكم، يبقى الوزن كويس. والنهارده هنوزن مع بعض
ونشوف وزن الكتاكيت بتاعتنا قد ايه. تمام. انا قلبت الفرشه، عايزه اقول لكم النهارده دي تاني مره اقلبها. تمام. فمعايا هنا هنزل لهم دلوقتي، يعني انا بنزل لهم 12 ساعه فيتامين و12 ساعه ب 12 ساعه، معلش عفوا، 12 ساعه املاح معدنيه و12 ساعه احماض امينيه. تمام. هنزل لهم دلوقتي اهوت، باخد من هنا نص معلقه، الكيس ده نص معلقه والكيس ده نص معلقه. تمام. انا فضيت اهوت التاني خلص، ففضيت الكيس بتاعه. اهم حاجه اوعي تبلي المعلقه ناشفه عشان خاطر الدواء ما يكلكعش منك. شايفين اهو نص معلقه، دي نص معلقه من معلقه الشاي. تمام. بعد كده بقى نغطي السقايه بتاعتنا كده. معلش عشان بصور بس لوحدي، هقفل الفيديو وانزل لهم بس الميه. نزلت بالميه زي ما انتوا شايفين اهوت. الناس اللي بتسأل في فترة التحضير نحط لمبة صفرا عادي لان الجو بدأ يحرر، لا طبعا لازم الفراخ تتحضن على اللمبة الصفرا. اللمبة البيضة لا، بلاش تحضني على اللمبة البيضة، لازم اللمبة الصفرا. ان هوت اللمبة 200، لمبة كبيرة 200. تمام. يعني لو لقيت الجو حر يوم الخميس هرفع اللمبة، لكن مش هطفي لمبة منهم عشان خاطر وما تهويش مرة واحدة، لان ممكن تهوي وبعد كده الجو في نفس اليوم يقلب معاكي، فطبعا يبقى انت كده اذيتي الفراخ. بصوا انا هنا عاملة ايه اهو، لسه التهوية مفيش اي تهوية، التهوية من اول يوم زي ما هي كده. بس انا بعمل ايه، بفتح الباب كده زي ما انتوا شايفين، وهنا الشباك كمان مقفول، السبعة اللي انا بوريها لكم على طول اهي. يعني التهوية مظبوطة، اهم حاجة اظبطي التهوية، اوعي تدخلي تهوية مباشرة على الفراخ. تمام. غيرنا المية اهوت، وفي انا كنت حاطه لهم الصبح شوية اكل، فشوية هعمل ايه، هطلع ازود لهم الاكل. يعني كل ما بطلع كده بزود لهم الاكل مش اكتر من كده. تمام. تعالوا بقى ناخد كده فرخة نوزن ونشوف الوزن وصل معانا ليه. بسم الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. 140 جرام، حلو جدا مش وحش. تعالوا نوزن كمان واحدة. عشان خاطر عايزين نشوف كده واحدة واتنين عشان ما يكونش في عندنا تفاوت في الاوزان. هنا 116 جرام. تمام. حلوة مش وحش، عمر 6 ايام. تعالوا واحدة تالتة اهيت معانا. بسم الله. 100 اهو، 152 جرام، يبقى 140 100 تقريبا و16 152. حلو جدا مش وحش. نقفل كده الميزان بتاعنا. وزلنا كده مع بعض كام فرخة وشفتوا الميزان معانا، فالميزان ما شاء الله لعمر 6 ايام مش وحش، حلو جدا. تمام. زي ما قلتلك في فترة التحضير اهم حاجة اللمبة الصفراء، اوعي تحطي للفراخ لمبة بيضة، الفراخ عايزة اقولك هتسقع منك، ولو ما ماتتش منك اللي هيعيش هيبقى فرخ سردة، حتى لو نوعه كويس هيبقى الفرخ ده سردة وهيبقى وحش جدا. فراخ استاتو شايفين ما شاء الله يومها بيوم الفراخ البيضة، شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تمام. فزي ما قلت لكم كده، احنا النهارده قلت لكم عملت ايه من اول ما استقبلت الفرخه لحد اليوم السادس. بكره هنصور مع بعض واقول لكم باذن الرحمن هنعمل ايه عشان حبايبي اللي ماشيين معايا اليوم بيوم. فانا امبارح انا ما صورتش امبارح لان كده كده انا نزلت نفس اللي انا قلت لكم عليه اول امبارح عملته امبارح. تمام. انا النهارده قلت اصور عشان خاطر بس نوزن معاكم. تمام. لكن من عمر معروفة التلات يعني
يعني انا اول امبارح صورت معاكم وقلت لكم هنزل النهارده 12 ساعه املاح معدنيه و12 ساعه احماض امينيه، ما عملتش غير كده خالص. تمام. والرز اهم حاجه من اليوم التاني والتالت والرابع، بعد الرابع ما بيعملش اي حاجه. تمام. الرز المطحون عشان خاطر الاسهال، بيوقف الاسهال تماما، اي اسهال عند الفراخ الكتاكيت الصغيره بيوقف الاسهال تماما. فالرز المطحون حلو جدا، طحني كده كوبايه واستخدمي من العمر اليوم التاني لحد اليوم التاني والتالت والرابع لحد اليوم الرابع. تمام. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم فضلا منكم وليس امرا. يا ريت لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبالله عليكي تشجعيني كده باللايك. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.